الفيلم مقتبس من رواية بضع ساعات في يوم ما لمحمد صادق. ولو في اول الفيديو حاسس ان انت مش فاهم اول الاحداث ومش فاهم اللي بيحصل، فكمل الفيديو لحد الاخر عشان ساعتها هتربط كل الاحداث ببعض، وكمان في مفاجآت اصلا في الاخر وساعتها هتفهم يعني. وتعالى بقى نبدأ الفيلم. فيلمنا بيبدأ بياسين وهو بيبعت لاصحابه على الجروب بتاعهم وبيقول لهم ان محدش يسمع اي فويس نوت لغاية ما يخلصوا اللعبة والثمان ساعات يعدوا ويشوفوا فعلا اسطورة الثمان ساعات دي حقيقية ولا لا. وبنبدأ اول ساعة وياسين بيكون ناسي علبة السجاير في المطعم فوق، فبيطلع علشان ياخدها. وبننتقل لأمنية وطارق وبيكونوا فاتحين لايف للمتابعين بمناسبة عيد جوازهم الثالث، وبيبان انهم بيحبوا بعض جدا وبيجيب لها هدية سلسلة ألماظ، وبيقول للمتابعين على البيدج اللي جاب منها السلسلة لو حد حابب يشتري منهم. وياسين بيكون طالع علشان يجيب علبة السجاير، فأمنية بتشوفه وبتخليه يطلع معاهم في اللايف، وبيفضلوا يهزروا مع بعض وبيسيبهم وبينزل علشان يروح. وكان بيولع سجارة، بس في واحدة اسمها سارة بتسأله على شاحن أو باور بانك عشان تليفونها فاصل، بس بيتعصب عليها علشان كان معاها آخر سجارة ووقعت منه بسببها، بس بتتأسف له علشان باباها تعبانه في المستشفى. وبتسأله ازاي تروح العاشر من رمضان من هنا عشان مش عارفة الطريق وتليفونها فاصل، بس قال لها ان الطريق من هنا بعيد جدا ومش هيعرف يوصف لها الطريق، فممكن يركب معاها ويقول لها تمشي ازاي وبالمرة تروحوا علشان هو ساكن جنب العاشر من رمضان. وفي الاول بتبقى مترددة بس بعد كده بتوافق وبيركبوا العربية. وهم في الطريق ياسين بيعرف عن حياة سارة اكتر، وبنعرف من كلامهم ان باباها متعود كل شوية يروح المستشفى علشان على طول بيجيله أزمة رب، وبيفكها شوية وبيفضل يهزر معاها، وبيعرفوا سن بعض وبيقربوا اكتر من بعض. وبننتقل لواحد اسمه شادي وهو بيتصل بحبيبته يسرا، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض عشان تحكماته الكتير، وبيفضل يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه، وهي بتحب الحرية وانها تكون على راحتها، وبتقفل السكة في وشه. وبيكون مع صاحبه عاصي اللي هيصوره، وبيركن في حتة علشان يصوره، وبيقول له انه عايز يتصور صور جامدة علشان يتشهر، عشان نفسه يبقى اشهر من طارق وامنية اصحابه. وبيجيب باسم صاحبه علشان يصور الكواليس وهو بيتصور. وفي الوقت ده يسرا وهي قاعدة بيجيلها اتصال من رقم غريب، ولما بتفتح بتلاقي انه راجل ما يعرفهاش ولا هي تعرفه، بس بيحاول يتعرف عليها وبيفضل يفتح معاها كلام في مواضيع كتير. ولما بتسأله هو عايز ايه، فقال لها بكل بجاحة انه عايز منها حاجات سافلة. وبننتقل لمحمد وامل خطيبته وهم في العربية وبيتخانقوا مع بعض عشان محمد اتصل بيها امبارح وكان رقمها مقفول، وهي قالت له ان كانت مع اخوها، بس هو لما كلم اخوها عرف انها ما كانتش معاه، وبيسألها هي كانت فين، فبتبص له بقرف وبتزعق له انه شاكك فيها، وبتسيبه وبتنزل. وبيطلع وراها وبيقول لمامتها انها تتصرف معاها علشان مش هيعرف يكمل معاها كده. وساعتها بتبدأ الساعة التانية وبنلاقي طارق وأمنية وهم فاتحين لايف، وبيقولوا للمتابعين انهم النهاردة هيعملوا حاجة مختلفة، وانهم هيحكوا هم اتعرفوا على بعض ازاي بالاماكن اللي راحوها. وفعلا بيروحوا اول مكان وهي مركب في النيل، وبيحكوا هم ازاي اتعرفوا على بعض في المكان ده، ومن ساعة ما شافها وهو بيحبها جدا، وبيقول لها تاني قدام الناس انه بيحبها. وبيروحوا للمكان التاني واللي هو المسرح اللي كانت أمنية بترقص فيه الباليه، بس سابت الباليه لما اتجوزت علشان بيتها وبنتها. وبيفاجئها قدام الناس وبيقول لها انها ترقص باليه دلوقتي زي زمان، وبتبقى مش عايزه تعمل كده علشان بقالها كتير سايباه ومش هتعرف ترقص. فبيخبي التليفون وبيقول لها ان في دعم وفلوس كتير في اللايف وبلاش تبوظه، وبيحطها قدام الامر الواقع قدام المتابعين. فبتضطر انها توافق وبتقلع الجزمه وبتبدا رقص، وهو بيقف يصورها، وبيبان انه بيتعامل مع امنيه اكنها سلعه بيكسب منها فلوس. وبعد شويه فعلا بتقع علشان ما بتكونش عارفه ترقص، فبيخبي التليفون وبيهزقها انها مش عارفه تمسك نفسها شويه. ولما بيظهر التليفون تاني بيعمل نفسه بيطمن وخايف عليها، وبيقولوا ان هيقفل اللايف وهيفتح لما يروح للمكان التاني. ولما بيقفله بيكلمها بقرف وانها ضيعت فلوس ايجار المسرح على الفاضي. وبننتقل لياسين وساره وبيعرفوا عن حياه بعض اكتر، وبيفضلوا يسالوا بعض اسئله يتسلوا فيها لغايه ما يوصلوا. ومن ضمن الاسئله ايه اكتر موقف حزين في حياتها، وقالت له يوم وفاه مامتها، وان ساعتها كان عندها 11 سنه فكانت صغيره وما كانتش مدركه حجم موقف الموت اللي هي فيه. بس لاول مره لقت باباها بيعيط وجالها وسالها هي خايفه من ايه، فقالت له انها خايفه كل لوحدها علشان هو ممكن يتجوز واحده تانية وتبقى من غير ام واب، بس وعدها انه مش هيتجوز وهيفضل جنبها طول عمرها. وكانت فاكره انه بيقول لها كده علشان طفله وبيهودها، بس طلع فعلا قد كلامه وفضل جنبها طول عمرها، عشان كده هي بتحبه اكتر حاجه في حياتها، او اصلا يعتبر هو حياتها. وبننتقل لامل ومامتها بتخش عليها علشان تعرف هي كانت فين، ومحمد بيتصل بيها فبترد عليه وبتقول له انه كان ظالمها علشان كانت معاها علشان يعملوا له مفاجاه لعيد ميلاده، وما رضيتش تقول له علشان ما تحرقش المفاجاه. فبيتضايق من نفسه وبيحس فعلا انه ظلمها، وبيطلب انه يكلمها، بس مامتها قالت له انها هتهديها شويه وتخليها تكلمه. ولما بتخلص معاه بنعرف انها كدبت عليه وان امل ما كانتش معاها، وبتسالها بتعصب هي كانت فين. ولما مش بترد عليها بتقول لها انها قابلت ايمن اللي كان هيخطبها، وقالت لها ايوه فعلا انها قابلته. وبنعرف ان ايمن كان هيخطبها بس سابها يوم خطوبتها، وكمان بعدها بشهرين اتجوز. وبتقول لها انه
كان مخنوق وحب يتكلم شويه علشان كده قابلته، بس برضه مامتها بتهزقها عشان لسه بتكلمه بعد اللي عمله فيها وانها ما عندهاش كرامه، بس بتفهمها انها بتعمل كده علشان لسه بتحبه. وبننتقل ليسرا وبنعرف انها لسه ما قفلتش المكالمه مع الشخص اللي بيكلمها، وبيفتحوا مواضيع كتير مع بعض، وبتكون مستغربه علشان مش راضي حتى يقول لها اسمه، بس هي بتفضل مكمله المكالمه عشان بتطلع كل طاقه الغضب اللي جواها من الرجاله وانهم متحكمين، وهو بيكون بيسمعها وبيهودها عشان يوصل للي عايزه، وبيبان انها بدأت ترتاح معاه في الكلام ومكمله عادي. وفي الوقت ده شادي بيكون لسه بيتصور، وبيبان انه بيتصور بطريقه قديمه جدا علشان كده مش مشهور، ولما بيخلص بيخلي صاحبه باسم يصوروا فيديو، بس وهم واقفين بيتكلموا بيلاقوا مره واحده عربيه بتتقلب فبيجروا عليها، وباسم بيكون لسه فاتح الكاميرا وبيصور، وكلهم بيقفوا ومش عارفين يعملوا ايه، بس عاصي بياخد اول خطوه وبيروح ينقذ اللي فيها، وبيلاقيها انها بنته بتبقى فايقه بس مش بتتكلم، وبيبقى مش عارف يطلعها فبيزقها للناحيه التانيه، وبيقول لشادي انه يشدها، وفعلا بيعمل كده، وباسم بيبقى بيصور كل اللي حصل، والعربيه بتسرب بنزين وبيسندوها بسرعه وبيمشوا بعيد عن العربيه قبل ما تتفجر بثواني بسبب تسريب البنزين. وهنا بنبدا الساعه الثالثه، وبنلاقي ياسين وساره وهم موجودين قريب من الحادثه وبيبقوا شايفينها، وساره بتتوتر من شده الانفجار وبتبقى مش عارفه تسوق، فياسين بينزل وبيطمنها وبيسوق هو، وبيكملوا اسئله تاني، وياسين بيسالها هي ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي، وبتقوله انها ارتبطت 4 مرات بس لسه ما لقيتش الشخص المناسب اللي تتجوزه. وبنعرف ان ياسين ارتبط وحب مره لكن ما كملوش، وهي اتجوزت واحد غني، وهما ماشيين فجاه العربيه بتعطل بيهم بنزين، وياسين بيزعق لها انها مهمله وناسيه تحط بنزين، وبيبقى الجو متاخر وعلى طريق سريع فصعب جدا ان حد يقف ويساعدهم، وياسين بيبقى متضايق جدا ان كل ده لسه ما شربش سجاره. وبننتقل لامل وهي بتحكي لامنيه صاحبتها عن اللي حصل عشان تاخد رايها او تتصرف ازاي، فقالت لها انها المفروض تحكي لمحمد اللي حصل عشان هو شخص كويس وما يستاهلش انها تكذب عليه، وبيبان عليها انها بدات تقتنع بكلامها. وامنيه بعد ما بتقفل معاها بتصور مع طارق ستوري للمتابعين، وبعد كده بيروحوا المطعم اكل كان عايزهم يعملوا له اعلان، وفعلا بيفتحوا لايف وبيعملوا له الاعلان، وبيبان عليهم انهم بيعملوا نفسهم انهم بيحبوا بعض بس قدام الكاميرا، لكن وراها بيبقى عكس كده خالص، وبيبان انها بدات تكره الحياه بالشكل ده. وبننتقل ليسرا وبيبان انها انسجمت جدا مع الشخص اللي بيتكلموا وبداوا يعرفوا عن حياه بعض اكتر. وبننتقل لعاصي بعد ما خد البنت اللي عملت حادثه في العربيه، وشادي بيكون متضايق عشان كان عايز يستنوا لغايه ما الاسعاف تيجي تاخدها وخلاص عشان ما يخشوش في مشاكل، بس عاصي بيقول له انهم المفروض يودوها للمستشفى بسرعه عشان ممكن عربيه الاسعاف تتاخر، ولو هو خايف ينزل وهو هيوديها لوحده، وبعد كده بيشوف اي حاجه معاها توصله لاهلها، وبيعرف ان اسمها ريم، ولما بيروحوا المستشفى بيركبوا لها تحاليل، بس الدكتور بيقول لهم انه لازم يفتح محضر وان حد ينزل عشان يدفع الحساب، وشادي بيزعق لعاصي علشان كده هيخشوا في مشاكل وكمان هيدفعوا حق المستشفى، فقال له ان هو اللي هيدفع وكمان هو اللي هيمضي على المحضر، وبيسيبه وبيمشي. وشادي بيزعق لصاحبه باسم علشان بيلاقيه انه بيصور وهو بيقول له انه ملوش دعوه، بس بيقول له ان هو كان عايزه يصور كل حاجه، وبيزعق هو كمان فيه وبيديله تليفونه وبيمشي، وبيقول انه مش مهم وانه هيتصور سيلفي، وبيتصور معاها وهي في المستشفى، وبينزل الحاجات اللي باين فيها انه بطل وانقذها. وهنا بنبدا في الساعه الرابعه وبنشوف عاصي وهو داخل لريم وبياخد تليفونها من شنطتها عشان يوصل لحد من اهلها، وكان بيمسك ايديها عشان يفتح تليفونها، بس اول ما بيلمسها بتشد ايدها بسرعه، فقال لها انه مش قصده حاجه وكان بيفتح التليفون، وبعد كده بيفتحه ببصمه وشها، وبيسالها هي مسجله مامتها باسم ايه، بس بتفضل تقول له لا وبتخبط على السرير، فبيسمع كلامها ومش بيتصل بحد، وساعتها بتتعدل وبتتكلم معاه علشان ارتاحت له، وبيبان ان عندها مرض نادر واعراضه ان بيبقى فيه تلعثم في الكلام، وبتفضل تعيد الجمله كذا مره، وبتقول له ان المرض ده جالها لما ابوها وامها اتطلقوا، وامها اتجوزت بعدها راجل تاني وعاشت حياتها ونسيتها، وعاصي بيفضل يهزر معاها علشان يفكها شويه. وفي الوقت ده شادي وهو قاعد بيجيله اشعارات كتيره جدا، ولما بيفتح بيلاقي انه لما نزل فيديو الحادثه طلع ترند واتشهر، وبيفرح جدا انه اخيرا اتشهر زي ما هو عايز، وبيقول للدكتور انه عايز يجبس ايده، وده علشان يمثل على الناس انه بطل جدا وانقذها بصعوبه. وبننتقل لطارق وامنيه وهم في البيت، وطارق بيقول لها انها تمثل كويس، ان المفاجاه عجبتها علشان اللايف يطلع ترند، وفعلا بتغمض عينيها وبيفتح اللايف وبتمثل ان المفاجاه اللي عملها طارق عجبتها فعلا، بس ساعتها في ناس كتير بتكتب لهم في الكومنتات ان شادي صاحبهم طلع ترند عشان انقذ بنت في حادثه عربيه، فبيقولوا لهم انهم هيقفلوا لغايه ما يجيبوا شادي ويطلعوه معاهم في اللايف. وبننتقل لياسين وساره وبنلاقي ان في واحد وقف لهم، ولما بيعرف انها فاصله بنزين بيقول لهم انه هيروح يجيب لهم بنزين ويجي لهم. وفي الوقت ده بننتقل ليسرا وهي لسه بتتكلم في التليفون، وبيكون بدأ يقنعها باللي هو عايزه، وبتروح تقفل الشباك وبيبداوا ينسجموا مع بعض. وبننتقل لامل وهي بتبعت
بتبعت ريكورد لايمن اللي كان هيخطبها، وبتقوله انها بتحبه جدا، وكل ما بتشوف صوره ليه مع مراته بتزعل علشان كان نفسها تبقى مكانها، وانها مش عارفه تبطل تراقبه او تكلمه. وساعتها بتتصل بمحمد وبتقوله انه كان عنده حق يشك فيها عشان شافت ايمن امبارح. وساعتها محمد بيروح لها على البيت وبيقول لها انها تنزل، وبيروح لبيت ايمن. وساعتها بيتصدم لما بيشوف امل، وبيقول لها ان ايه اللي جابها في وقت زي ده، بس بيتصدم اكتر لما بيشوف محمد وهو بيقول له انه خطيب امل. وبنوصل لخامس ساعه، ولما بيقعدوا مع بعض ايمن بيفضل يقول له انها هي اللي كانت عماله تجري وراه، وهو كان بيحاول يبعدها عنه وهي اللي مش راضيه تسيبه. وساعتها امل بتتصدم فيه عشان هو كمان كان بيحاول يكلمها من كل اتجاه، وبتقول له انه كذاب، فقال له علشان يصدقه يسمع الريكورد اللي هي لسه بعتهوله. وساعتها بيتصدم فيها وبتبقى مش عارفه ترد تقول له ايه. وفي الوقت ده مرات ايمن بتنزل وبتقعد معاهم، وبنشوف يسرا وهي لسه برضه بتتكلم في التليفون، وبيبان انها مش عارفه تتسجن معاه زي ما هو عايز، بس برضه بيفضل يحاول معاها اكتر. وبننتقل لشادي بعد ما جبس ايده وبيخش اللايف مع طارق وامنيه، وبيقول لهم انه طالع بكره في لقاء تلفزيوني يحكي عن اللي حصل معاه في الحادثه وانه ازاي انقذها. وبيخش الريم وبيبقى عايزها تقول حاجه للمتابعين، بس ريم بتتضايق من طريقته، فعاصي بيروح وبيخرجه من الاوضه وبيقعد يتكلم معاها، وبيحاول على قد ما يقدر يفهم كلامها عشان بيبقى من ضمن مرضها انها بتقول كلام كتير ملوش علاقه بالموضوع اللي هي بتتكلم فيه، وبتبقى عماله تكرر كلمه زباله كتير جدا، بس بيفهم من كلامها انها متضايقه، فبيستنتج انها عملت الحادثه بقصدها علشان تموت. وبتقول له انها اصلا ممنوعه من السواقه عشان ساعات بتعمل حركات بايديها لا اراديه، وانها عملت كده بقصد فعلا عشان كانت بتتمنى انها تموت. وبيقول لها ان غالبا الحادثه بتاعتها اتشهرت، واكيد مامتها عرفت انها عملت حادثه وهتجيلها على المستشفى. وبننتقل لياسين وساره وهما مستنيين الراجل يجيب البنزين، وهما واقفين بياخدوا كام صوره ذكرى ليهم بما انهم اول واخر مره هيشوفوا بعض فيها. وساعتها بيجي اتصال لساره من المستشفى اللي باباها محجوز فيها، وبتتاسف لهم انها اتاخرت وانها في الطريق وجايه للمستشفى، بس بتصدم لما بتلاقي الدكتور بيقول لها ان ابوها مات. ومن كتر صدمتها بترفض انها تصدق، وبتقول له انها جايه للمستشفى دلوقتي، وبتفضل تعيط وبتجري على الشارع علشان تروح للمستشفى. وكان في عربيه هتخبطها بس ياسين بيلحقها، وبيحاول يوقف اي عربيه بس مفيش ولا عربيه بترضى تقف، لغايه لما بيلاقي ان مفيش حل غير انه يقف قدام العربيه، وفعلا بتخبطه وبتقف. بس لما بينزل له ياسين بيقول له ان ابوها توفى ويوديها للمستشفى عشان تلحق تشوفه قبل ما يدفن، وبيقول لها انه مش هيسيبها وانه هيحط بنزين في العربيه وهيجيلها على طول. وبنبدا في سادس ساعه، وبننتقل لمحمد وامل، وبيبان ان مرات ايمن مريضه نفسيا، وبتقول لهم انها عارفه انه انسان قذر عشان كده هي مش مصدومه فيه دلوقتي. وبتقول لمحمد انه بيحاول يبين ان امل هي اللي كانت بتجري وراه، بس بتاكد له انه بيكذب وانه كان بيحاول يوصل لها يمكن اكتر منها، وبتنصحه انه ياخد خطيبته ويتكلموا مع بعض في هدوء. وفعلا بياخدها وبيمشوا، وهم في الطريق امل بتتاسف له وبتقوله انها ما كانتش عايزه تاخد خطوه الجواز وهي لسه بتفكر في ايمن، بس بعد اللي حصل ده كل حبها ليه اتحول لكره شديد. وبننتقل لام ريم وجوزها بعد ما عرفت ان بنتها في المستشفى وجولها، وبنلاقي شادي وهو فاتح الكاميرا وعمال يصور، وبيصورهم وهما بيشكروه وبيقولوا انه بطل وانقذها عشان يوري الكلام ده للناس ويحبوه اكتر. وساعتها عاصي بياخده على جنب وبيهزقه انه كلب ترندات للدرجه دي، وانه مش اي حاجه يستغلها عشان يطلع ترند ويتشهر، ويطلعه بره الاوضه. وبيروحوا يطمنوا على ريم، وجوز مامتها بيطمنها وبيطبطب عليها، بس اول ما بيلمسها ريم بتتخض وبتفضل تزعق وبتقول كلام كتير. وساعتها عاصي بيبدا يشك فيه، وامها بتتاسف لعاصي انها مريضه وبتقول كلام كتير مش مفهوم، وجوز امها بيحط ايده تاني عليها علشان يطمنها، بس ساعتها عاصي هو اللي بيمنعه وبيقول له ان المستشفى عايزه حد عشان يدفع الحسابات، وبيكون عمل كده علشان يعرف يتكلم مع مامتها لوحدهم. وفعلا اول ما بيطلع بيقول لامها انها المفروض تسمع ريم كويس، وفعلا ساعتها ريم بتقول كلام كتير، بس من ضمن الكلام ده ان جوزها شخص زباله، وان كل مره كان بيحاول يلمسها ويمد ايده عليها في المكتب، وانها كل مره كانت بتحاول تقول لها ما كانتش بتحاول تسمعها او تفهمها. وعاصي بيبدا يفهم مامتها الكلام ده اكتر، وبيقول لها ان هو هيخرج عشان يتكلموا على راحتهم، وبيقف بره. واول ما جوز مامتها بيجي بيصوروا كذا صوره، ومن غير اي مقدمات بيقول له انه لو اتحرش بريم تاني مش هيسيبه وهيشجعها انها تبلغ عليه. فقال له باستهزاء ان الشرطه استحاله تصدقها بمرضها، فبيمسكه من قميصه وبيقول له انه صوروا كذا صوره وهينزلها على الفيسبوك ويحكي قصته انه متحرش، وساعتها الناس هتصدقه. وده كمان لو منفعش فهو نفسه مش هيسيبه لو عرف انه حاول يتحرش بيها تاني. وبننتقل ليسرا وبنلاقيها انها خلاص بدات تقتنع فعلا باللي بيقوله وهتعمل اللي هو عايزه. وبنشوف ياسين وهو قاعد عند العربيه، وبنلاقي الراجل جاب له بنزين فعلا وبيحطوه في العربيه. وبننتقل لامنيه وهو طارق بيزعق لها انهم عايزين يفتحوا لايف بس هي مش عايزه عشان خلاص فتحت كتير وزهقت، وكل واحد بيفضل يهزق في التاني، وبتقول له انه
مش راجل وعايش على حس المتابعين اللي عندها، وانه مستسلم لده ومش شغال، واول ما بيحس انها جت على رجولته مش بيقدر يستحمل كلامها وبيقلع الحزام علشان يضربها. وامنيه لما بتلاقيه انه هيضربها بتشغل لايف من السمارت ووتش اللي هي لابساها وبتخلي كل الناس تشوفه وهو بيضربها. وهنا بنبدا في الساعه 7 وبيجي اتصال لطارق وبيعرفه انه لايف، وبيروح بسرعه وبيقفله وبيبقى مستغرب عشان هو متاكد انه قفل اللايف بايده، بس امنيه قالت له ان هي اللي فتحته عشان تعرف الناس شخصيته الحقيقيه. وبيمسكها من شعرها وبيفضل يهزق فيها وبيقول لها ان هما الاتنين اتجوزوا وعارفين انهم متجوزين علشان الشغل، وانه مهندس وبيتمرمط بال12 ساعه تحت الشمس عشان 5000 جنيه، وهي بتجيب اضعاف الرقم ده من ستوري بتنزله عندها في الصفحه. فهو موافق انه يتنازل عن شويه حاجات مقابل الراحه والفلوس، وزي ما هي زودت له فلوس وراحه فهو كمان زود لها فلوسها وجاب لها عقود من شركات اكتر. بس امنيه قالت له انها ما كانتش متجوزاه علشان الشغل، وانها اتجوزته علشان تلاقي راجل يراعي ربنا فيها، بس هو ولا راعي ربنا فيها ولا طلع راجل. وبتقول له انها عايزه تتطلق وبيوافق بس بشرط، وهي انها تصلح اللي عملته الاول. وبيقعدوا يفكروا ازاي يصلحوا اللي هي عملته، وبننتقل لشادي وهو عاصي بينصحه انه مش لازم يستغل كل حاجه للشهره والترند. فبيقول انه كان نفسه يبقى مشهور زي طارق وامنيه، وان الناس كلها تحبه زيهم او حتى كمان زيه هو ويبقى مصور مشهور، انما هو تافه ومفيش حاجه نجح فيها، واخيرا لقى حاجه يتشهر بسببها، ولما يوصل لها ما يستغلهاش. وعاصي بيتعاطف معاه فعلا وبيسيبه وبيمشي، وهو ماشي بيلاقي ان في قناه بتسجل معاه عشان يكمل في كتبه البطل اكتر واكتر. وبننتقل ليسرا بعد ما عملت معاه علاقه في التليفون وبتحس انها غلطانه وبتبقى متضايقه، بس بتقوله انها اول مره تحس انها عملت حاجه هي اللي تختارها، وان محدش اجبرها عليها، وانها عملت ده بحريتها، وانها حاسه انها حره. وبتخش تاخد دش وبعد كده بتكلمه تاني وبتلاقي انه بيعيط، فبتساله ليه وبيقول لها علشان لما عمل كده معاها حس بحاجه وده اللي كان ناقصه من سنين، وانه لما اتجوز ما حسش باي حاجه، وكمان لما خلف برضه ما حسش بحاجه. وبيقول لها ان كان من اسبوعين كان شغال ولقى اتصالات كتير من رقم مراته بس ما كانش بيرد عليها، بس بعدها جاله اتصال من حماه وعرف ان مراته عملت حادثه وماتت، وابنه فضل بعدها بشويه عايش وبعد كده مات. ففهم ان ابنه هو اللي كان بيتصل بيه من تليفون امه، وانه لما لقى امه ماتت ومش بترد عليه حاول يتصل بابوه، بس لما لقى ان هو كمان مش بيرد عليه استسلم للموت. ولما خد عزاهم برضه ما حسش بحاجه، بس لاول مره دلوقتي يحس معاها بحاجه وبيطلع كل المشاعر دي في عياطه. وبننتقل لياسين بعد ما شغل العربيه وبيتحرك على ساره، وهو في الطريق بيشوف الفيديو بتاع طارق وامنيه اصحابه، وبنشوف ساره وهي في العربيه ورايحه تدفن ابوها، وبتبقى عماله تعيط ومش مستوعبه الموقف اللي هي فيه، وبتبقى واقفه لوحدها ومحدش قريب منها عشان ملهاش حد غيره. وساعتها ياسين بيجيلها وبيبقى هو يعتبر اقرب حد ليها دلوقتي وبيحضنها وبيطمنها. وهنا بنبدا الساعه الثامنه والاخيره، وبننتقل لامل ومحمد بعد ما روحوا وهما مش عارفين هيعملوا ايه. ومحمد بيقول لها انه بيحبها لدرجه انه مستعد يسامحها على خيانتها، بس بيسالها هي شايفه انها تستاهل حبها ليه وتستاهل انه يسامحها على اللي عملته. فبتقوم وبتقلع الدبله عشان بتبقى شايفه انها بعد اللي عملته ما تستاهلش حبه، بس بتتفاجئ ان برضه بيخليها معاها الدبله ومش هيسيبها علشان بيحبها جدا، وبتبقى مش عارفه تقول له ايه فبتحضنه. وبننتقل لعاصي وهو داخل لريم وبيقول لها ان خلاص جوز امها مش هيقرب لها تاني، وبيبان عليهم انهم بدأوا يعجبوا ببعض، وبتحضنه علشان اطمنت له وبقت حاسه بالامان معاه. وبننتقل لطارق وامنيه وهم فاتحين لايف وبيقولوا للمتابعين انهم كانوا بيعملوا حمله توعيه للعنف المنزلي، وبينصحوا الناس ان اي حد يتعرض للعنف المنزلي تطلع وتتكلم، وكأن امنيه بتقول الكلام ده لنفسها، وطارق بيمثل انه زعلان من المتابعين انهم شكوا انه ممكن يعمل كده، وبيكونوا صلحوا اللي هم عملوه والناس صدقتهم، وبيقفلوا اللايف وبنفهم انهم كده خلاص هيتطلقوا. وبننتقل ليسرا وهي لسه بتتكلم وبتقول له انها مش عايزه تبطل تتكلم معاه وانها حابه انه يتصل بيها تاني بكره. ولما بيقفلوا مع بعض بنلاقي انه قام وواقف قدام البلكونه وبيرمي نفسه من فوق وبينتحر، وبعد شويه الشرطه بتتصل بيها عشان هي اخر رقم كان مكلمه، وبتتصدم لما بتعرف انه انتحر. وبننتقل لياسين وهو سايق وساره بتخليه يقف على جنب وبتقول له انها مش عايزه تروح وهو ابوها مش موجود في البيت، وانه يفضل معاها شويه لغايه ما تتحسن. وياسين بيقول لها برغم ان الفتره اللي قعدوها مع بعض قليله جدا بس فعلا حاسس انه قرب منها جدا وحابب انه يكون جنبها دايما، وبيوعدها انه مش هيسيبها بعد كده، وبياخدها وبيتمشوا شويه وبيهزر معاها وبيقول لها انه كده لو عايز يتجوزها هيروح يقابل مين، وبتقول له انه كان عايز يشرب سيجاره من 8 ساعات فقال لها انه خلاص قرر انه يبطلها. وبنرجع بفلاش باك من 8 ساعات وبنشوف طارق وامنيه وهم في حفله جوازهم اللي كانوا عاملينها، وساره بتبقى صاحبه طارق وامنيه وبتتصور معاهم، بس بتجيلها رساله ان ابوها تعب وان هتجيله على المستشفى فبتعتذر لهم وبتمشي على طول. وبنعرف ان الباقي
والباقي كلهم صحاب وعارفين بعض. وأمنية بتقول لهم انها قرت في علم الطاقة ان لو مجموعة اشخاص اتجمعوا في مكان واحد واتمنوا امنية هتتحقق في اقل من 8 ساعات، وانهم يعملوا جروب على الواتساب ويبعتوا فويس نوت يتمنوا فيها الامنية، وبعد ال8 ساعات يشوفوا هي اتحققت فعلا ولا لا، وبيتصوروا صورة عشان يحطوها على الجروب. وشاد الامنية بتاعته انه يبقى مشهور ويبقى عنده 1,000,000 متابع، ويشرق امنيتها انها نفسها تبطل تفكر في كل حاجة بتعملها وانها تحس بالحرية. ومحمد امنيته ان الناس تبطل تصدق في اللعب، وامل امنيتها ان محمد يعرف هي قد ايه بتحبه. وطارق امنيته ان الشركات تدفع حق الاعلانات اللي عليها. وامنية اتمنت انها عايزة الناس تعرف شخصيتها الحقيقية من غير تمثيل. وعاصي بيتمنى ان نفسه يصور صورة حقيقية تتسمع ومش بس تتشاف. وياسين امنيته ان نفسه حاجة تحصل تخليه يبطل سجاير. وبعد ما بيخلصوا تصوير كله بيمشي زي ما شفنا، وبنلاقي يسرا وهي ماشية وبتركب الاسانسير، وبنلاقي الراجل اللي كلمها في التليفون وانتحر وهو بيركب معاها الاسانسير. عامة كده خلاص الفيلم خلص. فقلت لو الفيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة اللي هو اشتراك يعني، وتفعل زر الجرس اهم حاجة عشان لما ننزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. ولو كملت الفيديو لحد هنا فياريت تعمل ايموجي بالشكل اللي انت شايفه ده عشان اشوف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وياريت فعلا تقدر التعب ده وتعمل لايك عشان ده يفرق جدا في انتشار الفيديو. وبس كده اشوفكم في فيلم جديد ويلا سلام.